اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي جميعا، كل اللي على القناة، كل المتابعين عندي، اخواتي امهاتي وبناتي. ربنا يعزكم دايما ويكبر بخواطركم وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا. يا رب يكون دعائي كده من حظكم ومن نصيبكم، لان انا فعلا بتعلكم في عز تعبي وفي صلاتي، وفي كل الاوقات. ربنا يعزكم دايما يا رب وما حرمكوش من حبايبكم ابدا، وكل واحد ربنا يديله اللي بيتمنى واكتر كمان يا رب العالمين. نعمل ايه النهارده؟ طبعا وانا قاعده كده هنعمل لكم صينيه سمك مكاريل. انتوا عارفين السمك المكاريل ده مفيد جدا. اي نعم انا ما بعملهوش كتير، بس هو فعلا مفيد جدا. ولادي يعني هو السمك الوحيد يعتبر اللي ولادي بياكلوه، بيشجعوني اللي انا اعمله كل فتره كده، لانهم مش بيشجعوا بصراحة على اي حاجة. بيحبوه صينية، وانا بعمله صينية كده بطريقة بسيطة خالص خالص خالص. هنعملها مع بعض. طبعا نزلوا جابولي السمك، وقلت لها طبعا انا استحالة 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 عيالي ينضفوا سمك ولا يعملوا سمك، ما تعودوش وما بيعرفوش وبيخافوا كمان. فقلت لها طبعا زي طبيعة اي ام مصرية او اي ام في العالم، يعني في عز تعبها وفي عز ما هي تعبانة وعايزة تخلص. قلت لها هاتي هاتي، وانا قاعدة اعمل طبعا كالعادة يعني. ربنا كده يا رب يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، ودايما كده يا رب تكونوا صحتكم ما يضركوش ابدا في صحتكم يا رب، ودايما كده واقفين على رجليكم سلام 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 سالمين يا رب، خادمين نفسكم وخادمين حبايبكم، ولا يحوجكم لحد ابدا يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل الحاجة وانا قاعدة. اقسم بالله انا من ساعة ما حصل لي الحادثة ديت انا ما دخلتش المطبخ بتاعي، يا دوبك ببص عليه من بعيد لبعيد كده وبتندم، او ببقى مشتاقة ان انا اخش اغسل مواعين، مشتاقة ان انا اخش اعمل اي حاجة فيه، مش بقدر. ربنا يا رب ما يحرمكوش من بيتكم وما يحرمكوش ابدا من صحتكم ابدا ابدا يا رب العالمين. بس اللي مصبرني والحمد لله طبعا، وانا احسن من غيري بكتير، اللي يعني هيبقى ان شاء الله ان شاء الله وقت وهيعدي ان شاء الله. وبدل بقى ما بقول لحد اعمل وهاتلي هات اغسل ايدي وانا قاعدة او الكلام ده كله، لا انا ارجع تاني ان شاء الله زي الاول، واعمل كل حاجة بنفسي من غير ما اطلب حد ومن غير اي حاجة. انا ما بتكلمش والله عشان هما وحشين ولا اي حاجة، لا. انتوا عارفين لما يعني لما الواحدة تكون تعبانة وتصعب عليها نفسها. الحمد لله الحمد لله. انا مش عايزه بس ايه اكون طاقه سلبيه. انا احب دايما ان انا اكون طاقه ايجابيه ليكم. وفي عز والله اوقات كتير قوي قوي قوي، يعني ما يعني مش ببين اي حاجه لاي حد كمان، يعني دي طبيعتي. بس الحمد لله دي حاجات كده بتبقى خارجه عن اراده اي حد يعني. ربنا يعافينا جميعا ويعافيكم ويفرحكم دايما يا رب بصحتكم، وما يحوكوش لحد ابدا يا رب العالمين. انا كنت عملت قبل كده برضو الصينية ديت معاكم، بس نعملها تاني يعني ما يجراش حاجة، علشان في يعني اللي مش عارف طريقتها يعملها تاني. بصوا حبايبي، انا جبت السمك كده وطبعا نضفته تنظيفة حلوة جدا. انا ما استخدمتش مقص ولا اي حاجة، كل اللي استخدمته اللي انتوا شايفينه الآلة اللي هي اللي انا بشتغل بيها ديت. بس لانه هو ما بياخدش تنظيف، ما يعني تنظيفه مش متعب خالص، سهل جدا جدا. اهم حاجة بس نشيل الزعانف بتاعته وننضفه كويس من جوه، السواد اللي جواه ده عشان يبقى سهل في الغسيل. تمام. نضفته كله، وبعدين جبت الملح حشيته بالملح كده علشان يبقى سهل وللي يغسله يعني. يفركوا بس كده بالملح تحت المية، وينقعوا في مية بملح بيبقى ابيض وبيبقى زي الفل.
بس كده نضفته بقى. وبعدين هننضف الترابيزه ديت علشان طبعا ما يبقاش فيه زفاره ولا اي حاجه. وبعدين نشوف نعمل ايه في السمك. ودلوقتي بقى نيجي كده زي ما انا عودتكم كل فيديو قلت لكم هيبقى فيه سؤال ديني، واللي هيجاوب عليه اول حد صح هثبت الكومنت بتاعه في التعليقات. نيجي بقى للسؤال بتاع النهاردة: ما هو اكبر جزء في القرآن من حيث عدد الايات؟ او ما هو، معلش مش اكبر جزء، اكبر ربع. ما هو اكبر ربع في القرآن الكريم من حيث عدد الايات؟ بصوا بقى يا حبايبي، انا بتبل السمك بتتبيله بسيطه خالص خالص خالص. انا حطيت شويه توم مدقوق كده، وحطيت كمان قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد مدقوقين، هما لونهم اخضر، بس انتوا لو عندكم احمر هيبقى في منتهى الجمال يعني. واحد احمر واحد اخضر كده هيبقى ايه جميل جدا. وقطعت نص قطايه، وحطيت كزبره ناشفه، وحطيت حبه كمون طبعا. واللي انا بحط منه ده بهارات السمك. بهارات السمك دي يا جماعه انا بدات اجيبها في الفتره الاخيره، ما كنتش بستعملها بس بدات استعملها في الفتره الاخيره، لقيتها بتفرق جدا جدا في الطعم. وحطيت كمان شويه زيت، وحطيت عصر ليمونه بس. وهسيبهم على جنب بقى. دلوقتي هقول لكم ليه. انا دلوقتي جبت الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها الحشوه. طبعا تبلت الحاجات دي كلها، ظبطت يعني الملح بتاعها. حطيت الصينية لاني انا هعمل شوية كده خضار تحت السمك، بيبقى طعمهم جميل على فكرة، ما بيبقاش فيهم ريحة الزفارة خالص، ما بيبقاش باين في الخضار اي زفارة خالص خالص خالص، ما تقلقوش، وبيبقى طعمه زي العسل. بصلايه كده قطعتها جوانح. وطبعا زي ما انتم شايفين الطبق اللي جنبي ده هقول لكم على الخضار اللي فيه حبة حبة كده، يعني انا هعمل بيهم ايه. كنت مقطعه طبعا فلفل حلقات وجزر حلقات كده زي ما انتم شايفين، ده الخضار اللي هيبقى تحت السمك. وكنت كمان مقطعه بطاطسيتين على حسب بقى ما انتوا عايزين، او على حسب الكميه اللي انتوا ايه محتاجينها. وزي ما قلت لكم ما تخافوش، الخضار ما بيبقاش باين فيه ريحه الزفاره خالص. قطعت كده قطيتين 3 كده برضو علشان يبقى مع الخضار. وبعدين انا مش عايزه الايه الخضار ناشف قوي، فايه يعني كترت يعني حطيت طماطمتين كده او 3 يعني ايه هما. حطيت حبه طماطم حلوين يعني عشان ينزلوا الميه بتاعتهم، علشان السمك بعد كده لما احطه ما ينشفش مني. حطيت بطاطستين كده زي ما انتم شايفين، على قد بقى ايه الاستخدامات. حطيت حبة توابل من السمك كده علشان تاخد نفس الطعم وبس، وقرن فلفل حامي كده. ولو عايزين تحطوا توابل تانية انتوا حطوا، بس انا ايه عشان هتبقى مني من خلطة السمك هحطها بعدين زي ما انتوا ايه هتشوفوا. بس كده تمام. ده الخضار اللي هيبقى تحت، هيبقى الفرشة اللي تحت السمك. جبت السمكية بقى كده وبدأت احشيها. ولو كان عندكم كمان حبة بتاع ده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ساعات الواحد كده دماغه بتلف يا جماعة، او هيست مني ما تقلقوش يعني. حبة خل يا جماعة، لو عندكم حبة خل ممكن تحطوها في الدقة ديت بتاعة الحشوة بتاعة السمك. ماشي. انا بحب اقطع السمكية كده، ما بحبش اخليها زي ما هي، علشان اولا بيبقى شكلها حلو، وبتخلي السمكية ناشفة وحلوة كده، وبتخليني كمان اعرف ان السمكية خلاص استوت او دخلت على سوا، واعرف منها سوا السمك بيبقى عامل ازاي. حطيت حبة من الحشوة، وحطيت كمان شوية من الجزر. هتقولي لي طب ليه يا ام محمود انت ما فتحتيش السمكية؟ ما كده كده هتتعمل سنجاري زي السنجاري يعني كده، احنا بنعملها مفتوحة. لا، انا ما بحبش السمكية المفتوحة. ليه بقى؟ لان الخضار بتاعها يا جماعة تلاقيه متحروق كده ما بيتاكلش. لكن لما بقفل السمكية كده على الخضار بتاعها بتحتفظ بالخضار من جوه، والجزر اللي هو مبشور دوت ما بيتحرقش، فبالتالي بيدي طعم حلو للسمكية. انا بحب اعمله بالطريقة ديت، ولا بربطه بقى في خيط علشان يفضل زي ما، لا، بخليه زي ما هو كده بيفضل على صورته، ما بيتفتحش ولا بيشيط ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بقى. حطيت كمان بقية الخلطة، عشان كده انا ما حطيتش ملح وما حطيتش توابل كتير. وحطيت شوية زيت كده من على الوش، وحطيت ربع كوباية مية بس. يعني بصوا
5 معالق كده ميه بس، مش كتير، علشان ما يشتش مني. عصرت بقى ليمون، وزي ما قلت لكم لو كان في معلقتين خل كان هيديها برضو ايه طعم كويس، بس انا بصراحه ما كانش عندي الخل، قلت لهم مش مشكله، محدش ينزل، وقضيت بالموجود. تعالوا بقى نعمل حبه سلطه طحينه بساط خالص خالص خالص، بس طعمهم زي العسل. كنت جايبه ب20 جنيه طحينه، او هم جابوا لي ب20 جنيه طحينه. حطيت شويه توابل، اي توابل انتوا بتحبوها، التوابل ديت ملح وفلفل، كانت فلفل وكمون وبابريكا، حبة توابل كده على بعض يعني. وبعدين حطيت شوية ملح وحبة كمون، وزودت عصرة ليمونة، ولو كان في خل برضو كنت خليت حطيتها، لانها بتديها طعم جميل. وبزودها شوية مية سخنين شوية بشوية كده، علشان تديني القوام اللي انا عايزاه. في الاول ما هتكتل منكم كده ويبقى شكلها مش كويس، بس لا، مع التقليب بتبقى طعمها حلو، وانتوا هتحسوا بالقوام بتاعها. شوية شوية زودوها مية كده بس. وحبة توم بقى حلوين كده، احنا بنحب التوم فيها ايه كتير سنة يعني. انا ما كنتش هحطهم كلهم، بس هم قالوا لي لا حطيها حطيها يا ماما، بيبقى طعمها حلو. فخليت التوم على اخر حاجة يعني، غسلت التوم البتاع اللي فيه التوم كمان وحطيته بس، وقعدت ازود بقى شوية المية بشوية كده لغاية اما اداني القوام اللي انا بحبه، اللي هو ايه، انا بحب صلصة الطحينة مع السمك بالذات بتبقى تخينة شوية. ماشي، بصوا القوام ده، ولما تتحط في التلاجة كمان بتتقل اكتر. حطيت معلقتين زيت كده صغيرين، ما كترتش، ولو كان عندكم زيت زيتونة يبقى طبعا احسن واحسن. وبس هيبقى سلطة الطحينة بصوا بالتقل ده كده. طبعا انا حطيتها في التلاجة وهوريها لكم بعد كده هتتقل تاني، لو عايزين تخففوها تخففوها، بس انا بحبها ايه التقل اللي هوريه لكم ده. تمام. عملت طبعا حبة سلطة كده بالخضار اللي كان موجود عندي، ما كانش عندي خيار، عملت السلطة كده من غير خيار يعني. حبة سلطة خضرين، وكان بقى الايه الخضار بصوا مستوي خالص ازاي اهو. والسمك طبعا هو كان الصراحة كان نفسي افتح الشواية عليه شوية، بس للأسف يعني الشواية بتاعت البوتاجاز عايزة تتصلح. فخليتها تنشف كده. بصوا الخضار يعني يا دوبك الميه جت على القد بالظبط، ولا هو ناشف ولا هو ايه في ميه كتير. بصوا بقول لكم، بصوا الخضار بيستوي، والبطاطس والجزر بتستوي، وعلى ضمانتي ما بيبقاش فيها اي ريحه خالص زفاره. السمكية هيت من جوه. يا رب يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، واشوفكم في فيديوهات كتير ان شاء الله، وانتم بالصحة والسلامة يا رب العالمين. واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.